السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حنان الهنيدي، بعمل حلقات متنوعة على قناة أنا والناس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة جايبه لكم أجمل 6 أماكن خروجات في الإسكندرية. وأول حاجة اللي حضراتكم شايفينها دي حديقة المنتزه. حديقة المنتزه من أجمل الحدائق الموجودة في الإسكندرية. ليه من أجمل الحدائق؟ لأن فيها مساحات خضراء كبيرة جدا 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 جدا. ممكن هناك تقدروا تركبوا عجل، تلعبوا كورة. عاملين على البحر هناك كافيهات ومطاعم حلوة قوي. الأكل هناك جودة نظيفة جدا جدا، مهتمين جدا بنظافة المكان. حديقة المنتزه بردك فيها أفخم فنادق موجودة، من ضمنهم طبعا فندق فلسطين وفنادق تانية كتير. تعالوا نشوف مع بعض الحديقة عاملة ازاي. بصوا مهتمين هناك بالنظافة ازاي. حقيقي القعدة هناك كفيلة ان هي تغير مودك تماما. حديقة المنتزه اول حاجة ان شاء الله تعملوها لما تروحوا اسكندرية. وبكده بقى احنا داخلين على قصر الحرملك. هحاول ان انا اقرب منه عشان تشوفوه. حديقة المنتزه عايزة يوم، مش عايزة ساعة او ساعتين، لانها كبيرة جدا جدا وجميلة قوي. ده القصر اللي حضراتكم شايفينه، ده قصر الحرملك بس من بعيد. هحاول ان انا اجيبه لكم اقرب من كده. وزي ما حضراتكم شايفينه ده اقرب مكان قدرنا نصوره. كده احنا داخلين على البحر. على البحر بقى عاملين كافيهات ومطاعم تحفة منك للبحر، ومهتمين جدا هناك بالنظافة بردك وبالخصوصية يعني. تقعدوا هناك، المكان حلو قوي ونضيف جدا، وبيعملوا احلى اكل ومشروبات على البحر على طول. تاني مكان معانا هو بيت ريا وسكينة. بيت ريا وسكينة في حي اللبان. يقال ان البيت ده كان فيه 3 جثث. تقدروا تروحوا هناك وتتصوروا، حاطين صور كده تقدروا تتصوروا معاها. وتالت مكان معانا وهو جسر ستانلي. جسر ستانلي تحفة معمارية يشبه الجسور الملكية. القعدة هناك والتصوير عليه تحفة، كلنا ما بنروح اسكندرية لازم نتصور عليه. وجنب الجسر من تحت في مطاعم هناك وكافيهات حلوة قوي. ورابع مكان وهو متحف الأحياء المائية. متحف الأحياء المائية أكيد هتستفادوا لما تروحوا هناك بالمعلومات. وسعر تذكرة الفرد 25 جنيه. وكمان هناك في أسماك نادرة جدا جدا وشعب مرجانية نادرة. اسكندرية كلها تحفة. اسكندرية من أجمل الأماكن الموجودة. صيف شتاء هي بلد جميلة. وخامس مكان معانا هو قصر المجوهرات الملكية، من أجمل القصور الموجودة في حي زيزينيا. بني على الطراز الإيطالي. سعر تذكرة الفرد 25 جنيه. في أكتر من 1100 قطعة ذهبية. الذهب مصنوع من الذهب الخالص والأحجار الكريمة النادرة جدا جدا جدا. صراحة كانوا مبدعين. الكوبايات دي معمولة من الذهب. سادس مكان معانا وهو حوضة دونجل في الأزاريطة.
من احلى المطاعم اللي تقدر تاكل سفود هناك وبسعر بسيط. اشوفكم في مكان تاني ودمتم في حفظ الله.